لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أنيس، عبد الله بن أنيس من المدينة أنصاري، كلفه النبي صلى الله عليه وسلم بمهمة، وقال له: يا عبد الله، إن خالد بن سفيان الهذلي من هذيل يجمع الناس في عرفة لمهاجمتي وقتلي، فاذهب إليه وأتني برأسه. خالد بن سفيان الهذلي كانت العرب توزنه ب1000 رجل، لأن معارك العرب الأولى ما هي مثل الحين بندق ولا مسدس ولا صاروخ، لا مهالده، وهي نعم سيف في يده وهذا ذاك، والرجال رجال ما يحتاج. هذا يقول لك يحوش 100,000 رجال، 1000 رجال، إذا قدامه 1000 ما يوقفون له. وكانت النساء تخوف أولادها به، تقول: ارقد ولا دعيت لك خالد، فيرقد من الخوف. وجمع له معه 1000 على شاكلته، جمع له في عرفة 1000 من شجعان العرب على شاكلته، ودربهم تدريبا عنيفا، يعني مثل رجال الصاعقة اللي يأكلون الحنشان ويأكلون الحيات، دربهم تدريب عجيب، وعزم على اقتحام المدينة. فكشف الله أمره لرسوله صلى الله عليه وسلم، وكلف واحد من الصحابة من أجل يجيب رأسه، وهو شاه ولا خروف هناك تجيب رأسه. الآن لو نقول لشاب راح يجيب لنا رأس تيس والله ما يقدر. كيف يذبح الرأس؟ كيف يقطب التيس؟ منين يذبحه؟ ما نعرف الآن. حتى بيوتنا، حتى نساءنا الآن إذا شافوا جرادة قامت القيامة في البيت، بل بعضهم اتصل بالدفاع المدني، نعم، وقالوا: تعالوا في بيتنا جني مدري شو، ويوم جو إذا با جرادة يشردون كل الناس منها، يخافون من القطط، ويخافون من الكلاب، ويخافون من الوزغ، ويخافون. هذا لا يذبحون شيء، لا هذا يقول: روح جيب لي راسه. ومن يجيب راسه؟ هذا يبغى لنا 2000 حتى يمسكونه، خلينا نمسك راسه. فيقول عبد الله بن أنيس: سمعا وطاعة يا رسول الله. ما يقدر يقول ما أقدر، بس غير أني لا أعرفه، يقول: صفه لي علشان أروح له، بس ماني أعرفه، كيف أذبح واحد ما أعرفه؟ قال: إن علامته أنك إذا رأيته ثبته، وإذا بالعلامة أقوى من المهمة. يقول: علامة أنك إذا شفته ترقل، تهاب، تخاف، فكيف أسوي وأنا قدني خايف؟ كيف أقتل قد خفته؟ فقال: لبيك يا رسول الله. الله أكبر، الله أكبر. أين نحن من هؤلاء؟ الآن ما نقول نصلي صلاة الفجر، نسمع المؤذن 15 صوت والواحد نائم ما يقوم. هؤلاء يقومون من على بطون فروش زوجاتهم، حنظلة غسيل الملائكة، ليلة عرسه، ليلة زواجه، ليلة العمر، وهو مع زوجته في أول ليلة، وينادي منادي الجهاد فيقوم ويلبس لامة الحرب ويركب الحصان ولا يغتسل، ويروح ويموت. ولما آخر يوم جو عليه وإذا براسه يقطر دم، ماء، وما في ماء. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم، قال: سلوا زوجته. قالت: خرج على جنابه. قال: والذي نفسي بيده لقد رأيته والملائكة تغسله في صحاف من ذهب بماء المزن بين السماء والأرض. هذا اللي والله يا إخواني يعني حقيقة عرفوا الله وعرفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا مشى عبد الله بن أنيس من المهمة فين؟ في مكة، والرجل فين؟ في المدينة. كم المسافة؟ 420 كيلو. يقطعها بإيش؟ سيارة زينة. احنا نقطعها بالسيارة ويوصل الواحد قد هو تعبان. ايش بقال؟ والله يا شيخ طريق طويل متعب، وهو ما مشى خطوة من يوم ركب قاعد في سيارة مكيفة وسيارة مرفهة ومن أحسن ما يمكن، وينزل مريض. هذا يمشي على قدمه. وكان يكمن بالنهار ويسري بالليل، ما يمشي في النهار، لأنه لو مشى في النهار ينكشف أمره. فكان يكمن بالنهار ويسري بالليل. ومن الذي يسري بالليل بين مكة والمدينة؟ جرب وانت جاي مرة من المدينة في الليل
وقف سيارتك كذا وطف النور وطالع في الجبال السود ذيك وذيك المكان، امشي فيها دقيقة والله ما تستطيع تمشي، لحظة ما تقدر توقف. بل أنا مرة يوم من المرات وأنا جاي بأهلي طلب منا من بعض الأطفال أننا نوقف من أجل يقضون حاجتهم، فوقفت السيارة ونزلت بهم كذا الصغار علشان يقضون حاجتهم، شعرت بخوف فتذكرت عبد الله بن أنيس وأنا بعود سيارتي، كان يقبل بالنهار ويسري بالليل وخايف وجايع وبارد، وأمامه خالد بن سفيان ما هو بيروح يتمشى، ما هو بيروح ينزل في فندق 5 نجوم، حتى وصل مكة وكان سيفه بين جلده وثوبه مخفي هنا ما يظهر عليه شيء. لما جاء شافه أنكره، عرف وذاك ذيب ما هو بلعب حد يلعب عليه، وكان وقت صلاة العصر، فخاف أن صلى أن يراه يصلي فيعرف أنه مسلم فينكشف يقتله، وخاف أن يبدأ وما قد صلى فيموت هو ما قد صلى. شوفوا حرصه على الصلاة في هذا الموقف، فاجتهد وصلى إيماء، صلى وحيثما تولوا فثم وجه الله، ثم قرب منه قال من الرجل؟ قال رجل من العرب سمعت أنك تجمع لقتل محمد فجئت لك، يعني جيت معك. شوفوا كيف الذيب هنا، ذاك ذيب لكنه طاح في أذيب منه. قال أتصحبنا؟ قال نعم. فاستضافه تلك الليلة ولم يكن عنده شيء، ما لاحظ معه شيء، ما في إلا ثياب لكن البلاء من داخل. استضافه تلك الليلة ونام في خيمته، ولما غطى الرجل لأنه طول الليل في تدريب على الاقتحام، لما غطى في نومه أخرج السيف واحتز عنقه ثم حمله على رأسه وسرع من ليلته، وانتظر الناس في الصباح متى يخرج القائد العام، ما حد يخرج قبله، ما خرج. تعالت الشمس ارتفع النهار، جو عليه وإذا بلا رأس يتشحط في دمه، فاجتمعوا قالوا خلاص ما دام مات الرجال والله ما عنا بنروح مكان، كل يروح لأهله. وكفى الله المؤمنين القتال. وجلس عبد الله بن أنيس يشلشل هذا الرأس الخبيث، هو الواحد يلا يشل عمره في الطريق الطويل هذا، وراس ثور ما وراس آدمي، شلشله طول الليل، وإذا جاء في النهار خلاه إلى أن وصل المدينة. ولما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم رمى بالرأس بين يديه وقال هذا رأس عدو الله قتلته يا رسول الله؟ قال نعم قتلته أفلح الوجه. ثم أعطاه عصا كانت في يده، قال خذ هذه العصا أعرفك بها يوم القيامة، تتوكأ عليها في الجنة والمتوكئون في الجنة قليل. هؤلاء الذين عرفوا رسول الله. نحن الآن ندعى إلى صلاة ما نصلي، نقول اترك أغنية، قال يا شيخ قلبي ينغرف إذا سمعت الأغاني، ما أبغى ما أقدر كل شيء إلا الأغاني. الثاني غض بصرك إذا رأيت النساء، قال مرة قلبي يذوب إذا شفت المرأة. الله أكبر عليك وعلى قلبك هذا الذي ما يخاف الله ولا يراقب الله ولا يتقي.